وازيكم متابعينا على قناه تك هاردوير. القناه بتهتم جدا بعالم التكنولوجيا والهاردوير، فيا ريت تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. فاول مره لو تعرفني، فانا اسمي حسام سامر، بقدم لك كل حاجه بتخص الكمبيوتر من تجميعات وماوسات وشاشات وكيبوردات وكل حاجه انت هتحتاجها في الكمبيوتر. وعاملين تجميعات من اول 1000 جنيه وعاملين الشاشات من اول 1000 جنيه برضو، وكل الكلام ده هتلاقيه طبعا في القناه. وبس كده، يلا بينا نخش على الفيديو. النهارده بقى يا جدعان عندنا فيديو جديد. في الفيديو ده هستعرض لكم افضل الشاشات من 1000 ل 5000 جنيه. ونبدا باول شاشه وهي من سامسونج. طبعا اسمها طويل جدا فانا مش هعرف اقولها، هظهرها لكم على الشاشه. الشاشه دي بتيجي ب 22 بوصه فول اتش دي اي بي اس. الشاشه دي بتيجي ب 75 هرتز ودي سعرها 2800 جنيه جديد. نخش على تاني شاشه وهي من ريد دراجون جي ام 3 سي 2 فوق. الشاشه دي بتيجي ب 24 بوصه كيرفت، بتيجي بجوده 1920 في 1080 144 هرتز. الشاشه دي سعرها عامل 3500 جنيه جديد. ونيجي لتالت شاشه وهي من ام اس اي، اسمها ام اس اي اوبتكس. الشاشه دي بتيجي ب 23.8 بوصه فول اتش دي اي بي اس، تيجي ب 144 هرتز ودي سعرها 4300 جنيه. نخش على رابع شاشه وهي الفيو سونيك ام او ام ان اي في اكس 2418 بي ام اتش دي. الشاشه دي بتيجي ب 24 بوصه 1080 بي، وبتيجي ب 1 ملي سكند، وبتيجي 165 هرتز. الشاشه دي سعرها 5000 جنيه. وكده تكون وصلنا لنهايه الفيديو. بس متنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. على قريب ان شاء الله هنزل فيديو جديد، يا اما هيكون تجميع يا اما هيكون على افضل الشاشات الجزء التاني. فاستنوا بقى الحلقه واعمل لايك، واهم حاجه فعل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجديد اللي انا هنزله. بس كده، يلا سلام.